ناس كتير ما تعرفش ان الام جي زد اس نزل لها شكل جديد. انا بقى النهارده جايب لك الام جي زد اس فئه الستاندرد، دي اقل فئه خالص، هنعمل عنها ريفيو كامل. فتعال اتفرج على كل حاجه موجوده في العربيه دي بالتفصيل الممل. العربيه دي الوكيل هينزلها في مصر ممكن اخر السنه دي اول السنه الجايه حاجه كده. تعال بقى نشوف العربيه دي. اللي قدامك دي يا معلم الام جي زد اس، ده الشكل الجديد، الفيس ليفت، ايا كان عايز تسميه ازاي. المهم ان العربيه دي موجوده عندي هنا في الامارات، والوكيل في مصر هيبدا ينزل الشكل الجديد ده ممكن اخر السنه اللي احنا فيها اللي هي 26 او اول 27. العربيه دي بينزل منها هنا ثلاث فئات: فئه الستاندرد والكومفورت واللكجري. انا جايب لكم اقل فئه خالص، وعلى فكره اقل فئه فيها حاجات حلوه قوي، فانا جايب لكم اقل فئه وهعمل لكم مقارنه ما بين الاوبشن بتاع الفئه الاقل والفئه الاعلى منها اللي هي الكومفورت. فتعالوا بقى نتفرج على الحلوه دي ونشوف كل التفاصيل بتاعتها. مبدئيا العربيه دي بتنزل بموتور 1500 سي سي تنفس طبيعي، والموتور ده متوصل على ناقل حركه سي في تي. المنظومه دي بتحقق قوه 110 حصان و140 نيوتن متر من العزم. وبالنسبه لارقام التسارع، فالعربيه دي بتحقق سرعه قصوى تقريبا في حدود ال 180 كيلو، وتسارع من الثبات لسرعه 100 كيلو في حوالي 12 ثانيه و9 من 10. احنا ما بنهتمش بالارقام دي في العربيات دي، ولكن العربيه دي تعتبر اقتصاديه من الدرجه الاولى. تعال بقى ناخد لفه حوالين العربيه. لو جينا نبص الاول على ابعاد العربيه دي بتيجي بطول 4 متر و43 سنتي، ولو جينا نبص على قاعده العجلات فبتيجي بطول 2 متر 61 سنتي. ارتفاع العربية متر و63 سنتي، وعرض العربية متر 81 سنتي. لو جينا نبص على شكل الجنط والمقاس بتاعه، مبدئيا شكل الجنط زي ما انت شايف كده شكله حلو، واللون بتاعه من الجراي لامع، شكله حلو جدا، ومقاسه 16. اما بقى الكاوتش فمقاسه 215 على 60. لو جينا بقى نبص على شكل العربية، في تفصيلة عجباني قوي بصراحة في شكل العربية. بص كده، يعني انت من بعيد تمام هتحس ان في ليد بار واخد بعرض مقدمه العربيه، لكن الحقيقه بقى هو ايه ده؟ عندك هنا الدي راننج لايت، الحته الكروم دي مكمله هنا، فتحس ان هي واصله ما بين الفانوس اليمين والفانوس الشمال. فاللي هيشوفها من بعيد في النهار طبعا هيحس ان هي تكمله الليد بار، لكن هي كروم. برضو الكروم اللي موجود على الشبكه مديها بصراحه شكلها حلو. الفئه دي ما فيهاش حساسات اماميه، لكن اضاءه الفوجات LED، لكن الاضاءه العاديه سواء الاضاءه الرئيسيه او الاشارات كلها بتكون هالوجين. ده كده شكل الجنب بتاع العربيه. بصراحه عربيه شكلها حلو، تصميم العربيه حلو جدا. الفئه دي للاسف ما فيهاش الروف راك، لكن من فوق عاملين حاجات كده اللي هي ايه مقاومه الهواء، فشكلها حلو. للاسف بقى الفئه دي برضو للاسف يعني اسفا ما فيهاش الكيليس انتري، لكن فيها الستارت ستوب. مش عارف التناقض ده، يعني كنتوا اعملوا دي ليه عاملين مش عاملينها بس تمام يعني. لكن جنب العربيه حلو وما اختلفش كتير عن الشكل اللي قبل كده او الجيل اللي قبل كده. وبرده من الحاجات اللي عجباني قوي فيها بامانه والله تمام الجزء اللي تحت ده. تمام، هي مش مجرد شكل، ركز معايا في الجزء ده. بص كده، البلاستيك او الجزء اللي هو في اللي هو زي ده، تمام، ده مهمته ايه؟ انت شايف الحته دي هي متغطيه بالكامل، فبالتالي وانت ماشي اي طينه اي ميه هتيجي على الجزء ده، الجزء ده مش هيتاثر. فبالتالي وانت بتركب العربيه او وانت بتنزل منها هدومك ورجليك مش هتتوسخ من اي حاجه موجوده على جسم العربيه، فالمنطقه دي هتبقى نظيفه بالكامل. ورغم ان العربيه دي من الفئه الاقتصاديه، لكن عجباني والله يكون ان الحته دي موجوده فيها. ده كده شكل ظهر العربيه، وبصراحه الظهر اختلف وانا حاسس ان هو احلو. يمكن بس الحاجه الوحيده اللي مختلفه بزياده قوي، هو في حاجات كتير مختلفه، ولكن اكتر حاجه اتغير فعلا الشكل بالنسبه لي فيها هي العلامه. لو تفتكروا كان في الشكل القديم كنا بنفتح شنطه العربيه من العلامه نفسها، لكن هنا في زرار بتفتح منه شنطه العربيه. ادي طبعا شنطه العربيه، المساحه بتاعتها تقريبا 400 لتر. طبعا لما بتقفل الكنبه دي تعملها كده الموضوع بيفرق معاك جامد قوي، فممكن تعبي فيها اي حاجه. طبعا العربيه هنا في الخليج بيجي معاها الحاجه بتاعتها، يعني ابرز دي الدواسات بتاعتها. عندك كمان شنطه صغيره فيها عده، طبعا بتيجي مقفوله عليها اللوجو بتاع MG. عندك اضاءه هنا LED، وعندك برده
المثلث، كل الحاجات دي بتيجي معاها. الجنط بقى الصغير او السبير بيكون جنط صغير اللي هو بيمشيك لغايه 80 كيلو، ومقاسه 125 على 90، وبيكون جنط 16. فده طبعا تستعمله في الطوارئ بس. تعالى بقى نقفل الشنطه ونكمل فرجه على شكل العربيه الخلفي. شكله حلو جدا. طيب الاضاءه بتاعت العربيه، النور ده LED، لكن للاسف النور بتاع الاشاره والريفرس بيكونوا هالوجين عادي. وطبعا الفوج لايت ده بيكون هنا، وعندك الكاميرا الخلفيه والحسات الخلفيه، عندك 3 حساسات. عندك بقى هنا ايه الجزء اللي تحت، بصراحه شكله حلو. ده الفوج، بص عامل ازاي. ده يا جماعه اللي بنشغله في وقت المطره ووقت الشبوره. وعندك هنا 2 اكزوست فيك، بس بصراحه مخلين ظهر العربيه من ورا شكله حلو. فبصراحه ظهر العربيه شكلها حلو جدا. عندك برضو الحته اللي فوق حته سبويلر صغير كده مع الستوب اللي ورا. بصراحه عجبني شكل العربيه من ورا جدا جدا جدا. قولوا لي برضو رايكم على شكل ظهر العربيه لما اتغير، بقى احلى ولا الشكل القديم، بالخصوص حته العلامه اللي كنت بتفتح منها شنطه العربيه. لو جينا بقى نتكلم على نظام التعليق بتاع العربيه قبل ما نخش جوه، عندك التعليق الامامي بتاع العربيه دي ماكفيرسون، والخلفي تورشين بي. طبعا لما نيجي نفتح العربيه للاسف مفيش عندك في الفئه دي الكيلي سنتري، بس تمام. الماتيريال اللي موجوده حلوه جدا، اي حاجه ايدك هتيجي عليها، او مش اي حاجه يعني، ولكن الماتيريال بشكل عام بالنسبه للعربيه في الفئه الاقتصاديه كويسه جدا. بص يعني عندك الجزء اللي فوق ده بلاستيك، ولكن شكل الخياطه اللي عليه مديه شكل حلو شويه. الجزء ده عندك من الجلد، وعندك الجزء ده من القماش، بصراحه ملمسه ناعم. وطبعا عندك هنا حته بلاستيك بس طبعا عليها كروم، وبرده الاكره نفس القصه. المسند اللي ايدك هتسند عليه من الجلد، والجزء ده هتقعد سمع الصوت كده طول ما انت قاعد هتقعد تخربش. الجميل بقى، ركز معايا في الحته دي، دول التحكمات بتوع الاربع ازازات. ماشي، عندك هنا وان تاتش داون، وبرده قدام وورا، ولكن في الاب للاسف لازم تفضل حاطط ايدك عليه علشان الازاز يرفع. كان نفسي حتى باب السواق بس هو اللي يبقى وان تاتش اب اند داون يعني، بس هي معموله داون بس. فده شكل الباب مع الماتيريال بتاعته، وطبعا الجزء ده مع الجزء ده من البلاستيك. ده كده شكل الكرسي، بصراحه شكله حلو. الكرسي ده حلو في قعدته، بمعنى انت شايف الحته دي والحته دي، وكمان الحته دي والحته دي محجمك وانت قاعد، فبصراحه قعدته تحس ان هي حضناك. انا بس مشكلتي معاه ان هو عالي شويه، كان محتاج ان هو ينزل سيكه صغيره، ولكن قعدته مريحه جدا، وكمان الاسفنج اللي فيه طري فبياخد ويدي معاك، فانت الدنيا بالنسبه لك هتبقى تمام. طابلو العربيه يا جماعه، اكتر مكان مميز في العربيه دي بجد التابلو، الشاشه، الطاره، والكونسول حلو قوي. هنا الستارت ستوب، يعني انا مش عارف انتوا حاطين ستارت ستوب ومش حاطين بره الكيلس انتري، بس تمام مش مشكله. تعالوا بقى نتكلم عن التابلو، علشان التابلو ده انا عاجبني جدا. مبدئيا الشاشه اللي موجوده في الفئه دي، يعني في الفئه دي وفي الفئه الاعلى منها، هي بس الحته اللي انا عامل عليها الصباعي كده، تمام. وطبعا فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو اهو، تمام. التابلو من الجلد حلو، الحته دي كده لحد هنا من الجلد، لكن الباقي ده من البلاستيك مش مشكله، لكن ايدك هتيجي على الجلد في الجزء اللي فوق. ركز معايا في الحته دي، انا شايفها كده، ممكن تكون هي كده ممكن تكون مش كده، انا شايفها كده. انا شايف ان فتحات التكييف متاخده من القرص بصراحه، تمام. انا شايفها متاخده من القرص قوي. ماشي، عاجبني قوي الحته دي، يعني حاسك ان هي مسند، بس هي مكان تخزين صغير كده تحط فيه ايه، موبايل، او تحط فيه اي حاجه مش هيتزفلط، حلو قوي. الحته دي كمان من القماش، بصراحه ملمسها حلو قوي، تمام، ومتبطنه، فمش قماش على بلاستيك، فالحته دي برضو عجباني. الشاشه دي مقاسها 10 وربع بوصه، وزي ما قلت لك فيها الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، وفيها التكييف بس وان زون مش دول زون. عندك برضو الجزء اللي هنا من القماش، وبرضو ملمسه حلو. وهنا التحكم بتاع المرايات، وللاسف المرايات هنا في الفئه دي ما فيهاش ضم كهرباء. وهنا معدل او مستوى ارتفاع الاضاءه على الارض فوق وتحت، المفروض ان هي بتبقى هي يعني اوتوماتيك على حسب الوزن جوه العربيه، لكن هنا بتبقى مانيوال عشان تظبطها انت براحتك يعني. دي شكل العدادات، فتعال ندور العربيه ونشوف شكلها عامل ازاي. ده شكل العدادات، جميله، والشاشه اللي في النص اهي بتوضح لك الدنيا فشكلها حلو. الطاره
الجديده شكلها حلو وشكلها جميل، شكل الدي شيب، فبصراحه عجباني مع الحته الكروم اللي هنا واللي هنا كمان مع البلاك بيانو. بصراحه الطاره شكلها حلو جدا. نسمع كده صوت الكلاكس، شكلها حلو، صوتها حلو. والطاره طبعا بتكون من الجلد، واخده الجلد الساده مع الجلد المنقط، لكن مفيش خياطه باينه، بس شكلها حلو قوي. وكمان طاره العربيه بتقدر تحركها لفوق ولتحت، بس للاسف ما بتقدرش تعملها عليك او تدخلها جوه، يعني مش تلسكوبيك، فهي ليها حركتين بس مش 4 حركات. دي بقى الشاشه. تمام، تعالوا بس نشغل التكييف عشان الجو حر جدا. هنا درجه الحراره اهي، وعندك هنا المروحه. الشاشه التحكم فيها سلس جدا، تمام، مش صعبه خالص ومش تنحى، مش متنحه معاك وانت شغال يعني، بس ميوت. تمام، فلا الشاشه التحكم فيها سهل، الحركه بتاعتها، الصوت اللي بيطلع فتمام. حتى كمان هنا لغوا الزرار بتاع الاي اس بي وخلوه جوه الشاشه. هنتكلم عن الشاشه دلوقتي يعني، بس خلينا بس نكمل في تفاصيل العربيه. عندك تحت هنا في الكهرباء ال 12 فولت، وعندك شاحن يو اس بي تايب سي وشاحن تايب اي. تمام، ده شكل عصايه الفتيس، نفس الشكل بتاعها، مفيش حاجه اتغيرت، بس المنطقه هنا هي اللي اتغيرت. الموضوع بقى فيه حته البلاستيك اللي بتخروش برده هنا مع الستارت ستوب، وفرامل اليد الكهرباء، واتنين كاب هولدر، وده شكل المفتاح بتاع العربيه. والطاره طبعا بتكون من الجلد، واخده الجلد الساده مع الجلد المنقط، لكن مفيش خياطه باينه، بس شكلها حلو قوي. وكمان طاره العربيه بتقدر تحركها لفوق ولتحت، بس للاسف ما بتقدرش تعملها عليك او تدخلها جوه، يعني مش تلسكوبيك، فهي ليها حركتين بس مش 4 حركات. عجبني برضو في الكونسول الجزء ده كده من الكروم، فمدي برضو شكل حلو قوي للكونسول. وعندك هنا المسند ده من الجلد، وفيه مساحه تخزين صغيره، يعني تشيل شويه فكه، شويه ورق، حاجات صغيره كده، فبرضو حجمها حلو، والسنده بتاعتها كويسه جدا ومريحه. كان نفسي ده يكون بيطلع لقدام، بس تمام. تعالوا نشوف درج التابلو. قبل ما نبص على درج التابلو، في عندك هنا مساحه تخزين صغيره، اللي قاعد جنبك ممكن يحط فيها اي حاجه، فشكلها تمام. كان نفسي يبقى هنا طبعا في شاحن وايرلس، لكن برضه احنا بنتكلم في عربيه من الفئه الاقتصاديه قوي، ودي اول فئه، فتمام مش مشكله. دي بقى مساحه درج التابلو، المساحه كويسه، فعندك مساحه هنا وعندك حته صغيره فوق، شكلها حلو برضه، تحط فيها اقلام، تحط فيها شويه فكه، فالدنيا تمام. لو جينا نبص على الجزء اللي هنا في المنطقه دي، مبدئيا عندك المرايه هنا تعتيم يدوي، تمام، وعندك الاضاءه هنا من الهالوجين. زرار الاس او اس ده ما بينزلش في عربيات الوكيل في مصر، لكن بينزل في العربيات اللي موجوده في الخليج، لما بتنزل عربيه بيدفع له فلوس. وعندك هنا كمان الشماسه دي فيها مرايه بس ما فيهاش اضاءه، واللي هنا كمان فيها مرايه بس من غير كفر. هنا في كفر لكن هنا مفيش. كان نفسي طبعا يبقى في السقف من ورا اضاءه تانية، بس مفيش غير الاضاءه اللي موجوده هنا. ده يا سيدي شكل المنطقه الخلفيه. خليني اقول لك ان هنا مفيش نفق فتيس، يعتبر مفيش، هو ارتفاعه بالظبط حرفيا هي دي، مفيش خالص. تمام، بس عندك هنا فتحات تكييف خلفيه، وكمان شاحن يو اس بي تايب ايه الناس اللي قاعدين ورا. مفيش طبعا ارم ريست، والكنبه بتتقفل كلها على بعض جزء واحد. مش هتتقفل ليه؟ انا كان لازم افتح اللوك اللي هناك، فالشنط الكنبه بتتقفل جزء واحد، مش على جزئين. ادي حجمها وادي شكلها، وبصراحه اعتقد ان القعده هتبقى كويسه ل3 افراد. يعني حجمهم طبعا مش حجمي، لان لو حجمي الثلاثه هيخبطوا في بعض، لكن لو حجمهم متوسط اعتقد هيقعدوا مرتاح جدا. شاشه العربيه حلوه، شكلها جميل العربيه يعني، او بتديك كل الحاجه اللي انت محتاجها. مبدئيا دي كده الرئيسيه. عندك هنا الراديو، عندك التكييف، عندك البلوتوث، عندك الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، وهوريه لكم شغال وبيشتغل بقى، نعرف بيشتغل وايرلس ولا عادي، هنجربه مع بعض. وهنا الشورت كاتس اللي انت عايزها، دي طبعا المكالمات. وهنا التحكمات بتاعت العربيه. العربيه فيها الويلكم هيد لايت والفولو مي هوم، تمام. ولو انت عايز تشغل العربيه بتشغلها، او الريموت يفتح بالفلاش ولا الفلاش مع الزمور او الزماره، شايفها؟ فبرضه بتختار هي باضاءه بس ولا باضاءه مع الزماره. نيجي بقى للجزء الثاني. فانت عندك العربيه فيها برضو الاوتو هولد، وعندك الاتش دي سي اللي هو الهيل ديسنت اسيست اللي هو مساعد النزول من المرتفعات، وعندك كمان الثبات الالكتروني بتفتحه او تقفله من الحته دي. والافضل طبعا ان انت تخليه على الوضعيه دي، عشان العكس لو انت عملت كده فانت
عملت له ديسيبل يعني قفلته لغيته. تمام. وعندك الستيرنج الطاره الاحساس بتاعها كومفورت ولا نورمال ولا سبورت، فبرضو دي كويسه. هنا بقى عندك في حاجه حلوه قوي، بص شايف هنا فانكشن فور ليفت النجمه دي والفانكشن فور رايت. بص في الطاره في عندك هنا نجمه وعندك هنا نجمه، فانت عندك دول شورت كات لحاجه في الشاشه. مبدئيا هنا العربيه فيها مثبت سرعه عشان بس نبقى ما ننساش، ماشي. في عندك هنا مثبت سرعه. طيب انت في عندك هنا الزرارين دول، انا لما ادوس هنا فانا عايز اتحكم يجيب لي الكنترول بتاع العربيه. تمام. التاني ده علشان اتحكم في التكييف. تمام. بتتحكم فيه عن طريق الطاره برضو. تمام. تعلي المروحه كده اهو وتقلل المروحه، وهنا درجه الحراره تعليها او توطيها. بص كده انا بتحكم من الطاره، فيعني حركه لذيذه كده عشان تبقى الدنيا ايه سهله معاك، ماشي. والحاجه الثالثه برضو عندك هنا لما تفتح بالريموت بتاع العربيه عايز كل البيبان تتفتح ولا باب السواق بس، فدي بتحددها من الجزء ده. هنا هتفتح باب السواق بس، هنا هتفتح كل البيبان. عندك برضو ده الاستاتوس ده حاله العربيه بشكل عام، يعني العربيه ماشيه السيرفيس بتاعها قد ايه، الصيانه اللي هي محتاجاها، فشويه كده ايه معلومات، لكن في العادي ما بتستعملهاش بس. وده نعمل ميوت تاني بس. ودي القصه بتاعت الشاشه. تعالى بقى نشوف الابل كار بلاي والاندرويد. انا حاولت اشغل الابل كار بلاي والاندرويد اوتو بس اتضح ان هم لا يشتغلوا بالكابل، ما بيشتغلوش وايرلس، فانا مش معايا الكابل للاسف فما عرفتش اشغله. المهم بقى تعالى نشوف الشاشه الصغيره دي بتقول لك ايه عشان فيها شويه تفاصيل لطيفه. مبدئيا زي ما قلنا انت في عندك هنا مثبت سرعه بس، طبعا مش ادابتيف، هو مثبت سرعه بس. عندك بقى الشاشه دي، بص يا سيدي، عندك هنا مستوى البرايتنس، مستوى السطوع بتاع الشاشة اللي قدامك من هنا اهو زي ما انت شايف كده، ماشي. خليها على عالي وبريس اوكي، ماشي. وعندك هنا التحذيرات، مستوى الوقود، وعندك هنا السيارة. عندك هنا بتقول لك السرعة، تنزل تحت يقول لك معدل الاستهلاك بقى والمسافة والجو ده كله فروم ستارت، يعني من اول لما تدور. تمام. وهنا المجموع كله. تمام. وهنا التاير بريشر مونيتور والبطاريه ظروفها. بس ابرز حاجه هي السرعه. تعالى كده نجيب دي، شوفها كده اهي بتعد معاك زي الفل. تعالى كده اوريك الكاميرا الخلفيه برضو في الشاشه عشان ما وريتها لكوش اهي. الكاميرا اضاءتها حلوه، وهنا بيبين لك الحساسات الخلفيه. بص كده لما بتلف دريكسيون دول بيلفوا معاك، فشكلها تمام. الاضاءه بتاعتها كويسه جدا على فكره. بص كده برضو اهو، ف يعني مبينه لك العربيه او المنطقه اللي وراك حلوه بصراحه، مش وحشه خالص. ده يا سيدي كل حاجه موجوده في العربيه دي. حلوه ها؟ العربيه دي حلوه. ده كان شرح تفصيلي وتوضيحي لكل حاجه موجوده في فئه الستاندرد من الشكل الجديد للام جي الزد اس. استنى الفيديو اللي جاي عشان تعرف الفرق بالتفصيل ما بين الفئه دي الستاندرد وما بين فئه الكومفورت. هشرح لك كل حاجه موجوده ما بين الفئتين دول عشان لو عايز تجيب العربيه تبقى عارف انت بتدفع الفلوس هتاخد بيها ايه ومش هتاخد بيها ايه. اعمل لي فولو واعمل لي سبسكرايب علشان تشوف الفيديو اللي جاي. سلام.